من فترة قريبة كان في ترويج كبير جدا للجرين هيدروجين، فخلينا نعرف أكتر عنه. الهيدروجين الأخضر هو أحد أبرز الحلول المستقبلية للطاقة النظيفة. الهيدروجين الأخضر هو نوع خاص من الهيدروجين بيتم إنتاجه باستخدام الطاقة المتجددة زي الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح. الطريقة اللي بننتج بيها الهيدروجين الأخضر بتبدأ من التحليل الكهربي للماء، بحيث إننا بنستخدم الكهرباء من المصادر النظيفة زي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لفصل الماء إلى أكسجين وهيدروجين، والنتيجة هي الهيدروجين النقي من غير أي انبعاثات كربونية. الهيدروجين الأخضر ليه تطبيقات كتير ومهمة، ممكن نستخدمه كوقود للسيارات الكهربية اللي بتشتغل بخلايا الوقود أو في القطارات والطائرات، وكمان ودي أهم نقطة وهي في توليد الطاقة بشكل عام. ميزة الهيدروجين الأخضر إنه ما بيتركش أي بصمة كربونية، مما يجعله أفضل خيار للطاقة النظيفة المستقبلية. لكن في بعض التحديات اللي لازم نتعامل معاها. الإنتاج الحالي للهيدروجين الأخضر مكلف نسبيا